ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بقى عملنا كده حاجه بسيطه خالص، وهو خبز للسحور او العيش للسحور. احنا مفيش يعني عملنا حاجه بسيطه قوي قوي، يعني 5 كوبايات دقيق، يعني نص كيلو دقيق. شايفين ما شاء الله طاري ازاي وعامل ازاي؟ ما شاء الله ما خدش وقت، وبتكلفه بسيطه بسيطه خالص خالص. وهنشوف المقادير مع بعض وهنشوف الطريقه، ومش قادره اقول لكم على كانت ريحه البيت عامله ازاي. دول 5 كوبايات دقيق، ودي ربع كوباية سمنة على زيت، ربع كوباية سمنة على زيت، ودول معلقتين قشطة، معلقتين قشطة زي ما انتوا شايفين كده، ومعلقتين سكر. السمسم والحبة السودا دي بقى لوش الرغيف ان شاء الله واحنا بنعمله. احنا حطينا المكونات دي على بعضها، وطبعا هنبدأ نفرك بايدينا السمنة والقشطة والسكر مع الدقيق. طبعا انا حطيت باكت خميرة، بس الوقت كان مش بيتصور، يعني كان الفيديو مش شغال. باكت خميرة واحد او معلقة خميرة. خلي بالكم من المقادير بسيطة جدا جدا جدا. ربع كوباية سمنة على زيت، على 5 كوبايات دقيق، ومعلقة خميرة، ومعلقتين سكر، ومعلقتين قشطة. وهنا هنبدأ نحط المية، مية دافية طبعا، علشان نعجنه كويس. مش هياخد منك وقت خالص. انا عملته للسحور زي ما انتوا شايفين كده، ومش قادرة اقول لكم، يعني انا من ساعة ما عملته لولادي هم عايزين منه دايما، وما شاء الله ما بياخدش وقت. شايفين ما شاء الله. الدقيق كمان في ايدي حلوة قوي. على فكرة الدقيق نوعه عادي، انا جايبة دقيق سايب، مش جايبة دقيق اكياس ولا حاجة، ده دقيق عادي. اي دقيق عندك هيشتغل معاكي. شايفين ما شاء الله العجينة حلوة قوي قوي. طبعا انا هسيبها تخمر ساعة، ساعة 3/4 ساعة. انا هغطي عليها كده واسيبها تخمر. وهنا بقى خلاص العجين اختمر خلاص. وهنا هبدأ بقى ان انا اشكل العجين. شايفين ما شاء الله العجينة طالعة جميلة جميلة في ايديا، وما خدتش مني وقت خالص، وما خدتش مني وقت، ولا مكلفة، ولا خدت وقت. شايفين ما شاء الله العجينة في ايدي طرية، وريحتها كمان حلوة قوي قوي. احنا هنشكلهم كده زي ما انتوا شايفين، مش هياخدوا منك وقت خالص خالص. ما تنسوش بقى يا جماعة لايك وشير ودعم للقناة علشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايكات يا جماعة. شايفين ما شاء الله لون العجين نفسه كمان لونه حلو قد ايه. وهنا انا غطيت عليه علشان وشه ما ينشفش، وهبدأ هنا ان انا اشكل العجين. شايفين ما شاء الله العجين في ايدي طري وجميل جدا جدا. وانا هنا بحط شوية سمسم وشوية حبة سودا. شايفين ما شاء الله العجين جميل في ايدي جدا، وكمان مش مكلف. يعني لو عندك، حتى لو هتعملي كوبايتين دقيق، ما شاء الله ما شاء الله، وبتاكلي لقمة نظيفة من البيت، وريحة البيت بيبقى حلو قوي قوي. شايفين ما شاء الله انا بحط شوية سمسم وشوية حبة سودا، وببدأ اشكل الرغيف بتاعي. انا مش بفرده قوي، انا مش عايزاه حتى كمان يكون منفوخ، يعني انا عايزاه عادي. وما شاء الله ما بياخدش وقت في الفرن. انا عاملة فرن البوتاجاز عادي على درجة حرارة 200. شايفين ما شاء الله انا شكلتهم بسرعة ازاي، ما اخدوش مني وقت خالص، وسبتهم شوية كمان يرتاحوا. هغطي عليهم اهو، وهسيبهم كمان يرتاحوا 10 دقايق. شايفين ما شاء الله. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش يا جماعة لايك وشير ودعم القناة. شايفين انا على فكرة مطلعاه سخن نار، مش عارفة امسكه، سخن نار.
سخن نار. شايفين ما شاء الله ما شاء الله، طالع جميل ما شاء الله. شايفين ما شاء الله حلو جدا. يا رب وصفتي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.